يا ترى انت عمرك سألت نفسك هو الرخام اللي موجود في الحرم المكي بيكون ساقع ليه حتى في عز الحر؟ موجود مثلا تحته تكييفات؟ ابدا والله يا سيدي. السبب كله يا سيدي بعد توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الراجل اللي قدامك في الصورة ده المهندس المصري العبقري محمد كمال اسماعيل. هتشوف وهتستغرب ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر له الاحداث والاشياء كده عشان يحصل اللي حصل ده. تعالى كده اسمع الحكايه وصلي على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. المهندس محمد كمال اسماعيل هو المهندس اللي كان مسؤول على تنفيذ التوسعه بتاع الحرمين. عمل كل ده واشتغل السنين دي من غير ما ياخد ولا مليم، كلها كده كانت لوجه الله سبحانه وتعالى. المهم بقى اثناء الشغل كان عايز يحط بلاط او رخام ما يسخنش في الحر، عايز يحط بلاط يعكس الحراره ما يمتصش الحراره. المهم كان عارف ان في بلاط موجود على جبل واحد بس في العالم كله والمكان كان في اليونان. المهم يسافر المهندس محمد كمال اسماعيل على اليونان وفعلا يروح ويلاقي الجبل ده مش موجود الا هو جبل واحد في العالم كله في اليونان بس. المهم اول ما شاف الرخام عرف ان هو ده النوع اللي هيعكس الضوء والحراره وينطر الرطوبه بالليل ويفضل ساقع طول النهار حتى لو درجه الحراره وصلت 50 او 60. انت متخيل؟ عشان فعلا يوصل اليونان ويشتري نص الكميه، اشترى نص الجبل كله ورجع على السعوديه وبدا يحط الرخام. وفعلا الرخام في عز الحر كان بيبقى ساقع جدا. استنى بس، القصه ما خلصتش لحد هنا، ده المقطع اللي جاي ده هتحس كده ان هو معجزه ربانيه والله. اسمع بس. المهم بعد 15 سنه بتطلب منه السلطات السعوديه ان هو يحط نفس الرخام في المسجد النبوي. وهنا بقى كانت مشكله بالنسبه له، ده من 15 سنه انا خدت نص الكميه، معقول النص التاني هيفضل مستني السنين دي كلها عشان ياخد بعضه ويطلع على اليونان؟ وللاسف اول ما يوصل يلاقي ان نص الكميه اتاخدت وما عادتش موجوده. المهم زعل جدا وجه في دماغه كده ان هو يسال المسؤولين اليونانيين عن اللي اشترى النص التاني من الرخام. وفعلا قعدوا يدوروا مع انها كانت حاجه صعبه جدا. قال لهم هاتوهولي بس ولو تحت الارض انا هروح له. قعدوا يدوروا ولحسن الحظ طلعت ان الشركه اللي اشترت النص التاني شركه سعوديه. فرح جدا المهندس محمد كمال ورجع على السعوديه جري، راح للشركه وقابل المدير بتاع الشركه وقال له انت كنت خدت رخام من اليونان من 15 سنه، عملتوا بيه ايه وديتوه فين؟ قال له انا فاكر، استنى اما اسال المخازن. عشان يتصل صاحب الشركه ويسال المخازن ولحسن الحظ يفضل الرخام لسه موجود في المخازن من 15 سنه ما عملوش بيه اي حاجه، عشان هو يقول له الرخام لسه موجود في المخازن. هنا المهندس محمد كمال اسماعيل طلع له شيك على بياض وقال له اكتب الرقم اللي انت عايزه وانا عايز الرخام ده ضروري. قال له يا عم انت وغشتني في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عشان يبدا المهندس يحكي له على القصه. واول ما صاحب الشركه السعوديه ده عارف بالقصه قال والله لا متبرع بيه ومانيش واخد ولا جنيه طالما رايح لمسجد رسول الله. يا سلام على الجمال. يعني بعد 15 سنه اللي يروح يشتري النص التاني من الجبل شركه سعوديه ونفس الشركه برضه تفضل عاينه الرخام ده في المخازن 15 سنه ما يجيش في دماغهم ان هم يعملوا بيه اي حاجه. طب كانوا اشتروه ليه اصلا؟ اشتروه عشان ربنا سبحانه وتعالى اراد ده، عشان ربنا ادار الاحداث كده، كأن ربنا سبحانه وتعالى عين النص التاني كده عشان يروح لمسجد الرسول. يا سبحان الله. عرفت بقى ان الجزء الثاني كده تحس اللي هو معجزه ربانيه؟ اي والله العظيم. المهندس محمد كمال اسماعيل من مواليد 100 غمر في مصر، من اهم اعماله المبنيين الايقونه مبنى دار القضاء العالي ومبنى مجمع التحرير. يا ريت لو انت وصلت معايا الفيديو ده تدعي للمهندس محمد كمال اسماعيل بالرحمه جزاء كل الخير اللي عمله ده، ويعمل شير ولايك للفيديو عشان الناس اللي زي دي لازم الضوء يتسلط عليها ولازم كلنا نعرفهم. واشوفك في فيديو جديد.